بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. في الحلقة الماضية تكلمنا عن الشكوك في الركعات المبطلة للصلاة. قلنا أكو شك في الركعات يبطل الصلاة، وبينا أنه الشك في صلاة الصبح، في صلاة المغرب، الشك في الصلوات الرباعية بين الأولى والثانية، هذا كله مبطل للصلاة على تفصيل بيناه في الحلقة السابقة. نجي اليوم نريد نتكلم عن الشكوك التي لا تبطل الصلاة. الشكوك في الركعات، موضوعنا الشك في الركعات. الشك في الركعات الغير مبطل للصلاة متى يكون؟ يكون إخواني في الصلوات الرباعية، يعني ظهر عصر عشاء، هذه صلوات رباعية يعني 4 ركعات. ويمتى يكون؟ يكون بعد إتمام الركعة الثانية، يعني اللي ما مكمل الركعة الثانية وشك بين الأولى والثانية واستقر الشك عنده، هنا صلاته باطلة. أما إذا أكمل الركعة الثانية وصار عنده شك ما بعد الركعة الثانية، يعني بين الثانية والثالثة، بين الثانية والرابعة، بين الثالثة والرابعة، المهم أنه مكمل الركعتين، فهنا صلاته صحيحة وبإمكانه أن يعالج الشك الموجود. لكن خلينا نجي نسأل أولا أنه متى تكمل الركعتان؟ لما تقول أنه بعد إكمال الركعة الثانية، الركعة الثانية يمتى تكمل؟ السيد السيستاني حفظه الله يقول أنه الركعة الثانية تكمل بمجرد أن يسجد السجدة الثانية من الركعة الثانية، حتى لو بعد ما قايل سبحان ربي الأعلى وبحمده، بس حط راسه على التربة على الأرض، هناك تملت عند الثانية، حتى لو لم يأتي بالذكر. السيد الخوئي رضوان الله عليه وكثير من الفقهاء يقولون لا، الركعة الثانية تكمل إذا أتى بالذكر، إذا وضع رأسه على الأرض في السجدة الثانية من الركعة الثانية وجاء بالذكر، بعد إكمال الذكر تكمل عنده الركعة الثانية. إذن صار واضح عندنا الحكم يمتى تكمل الركعة الثانية. خلينا نجي الآن نمثل بمثال وخلينا نطبق على هذا المثال، بس أريدك تنتبهوا وياي وتحفظ اللي راح أقوله حتى تحفظ مسائل الشك. مسائل الشك مهمة وواجب نحفظها، وراح أنطيك طريقة سهلة تتعلم بها مسائل الشك بدون حفظ، بمجرد أنه تتعلم هذه الطريقة. لنفرض أنه أنا سجدت السجدة الثانية وكملت ورفعت رأسي من السجدة الثانية، وصار عندي شك أنه هذه الثانية حتى أتشهد، أو أنه هذه الثالثة حتى أقوم إلى الرابعة، فصار وين شكي؟ شك بين الثانية والثالثة، يعني أنا مكمل الركعتين. هنا الشك بعد إكمال الركعتين قلنا بالإمكان علاجه والصلاة نحكم عليها بالصحة. فأول حكم يتوجه إلي شنو؟ اللي بيناه في الحلقة السابقة، أنه تروى شوي، حاول تستذكر، فإذا تذكرت فبها ونعمة أكمل صلاتي وخير على خير. أما إذا ما تذكرت ولا ارتفعت عندي نسبة، صار ظن أو اطمئنان، لا بقت الشك متساوي، استقر عندي الشك 50% ثانية و50% ثالثة احتمال، ما أدري، فاستقر عندي الشك. هنا ماذا أفعل؟ العلاج شنو؟ العلاج إخواني خلي نحفظه، العلاج بخطوتين. الخطوة الأولى أنه نبني على الأكثر. شنو يعني؟ يعني أنا وين شكي؟ أنا شكيت بين الثانية والثالثة، فيقولوا لي ابني على الأكثر، يعني احكم على أنه هذه شنو؟ ثالثة، فتقول إن شاء الله ثالثة، وأجيب بعد ذلك ركعة رابعة وأكمل صلاة. فأول خطوة ما هي؟ البناء على الأكثر. الخطوة الثانية ما هي؟ مباشرة لما أخلص صلاتي، مباشرة بس أسلم أخلص صلاتي وأكمل بدون ما أسوي أي منافي، لا ألتفت، لا أتكلم، لا أشرب ماء، لا أسوي شيء، أي شيء من منافيات الصلاة، مباشرة أصلي صلاة الاحتياط. صلاة الاحتياط راح أبينها شلون كيفيتها، لكن كم ركعة أصلي صلاة الاحتياط؟ ركعة واحدة أو ركعتين؟ هنا هذه الخطوة الثانية. أنا وين شكي؟ بين الثانية والثالثة، الفرق بين الاثنين والثلاثة ايش قد؟ 1، فأصلي صلاة الاحتياط ركعة واحدة من قيام، فمباشرة أقوم أكبر وأنوي النية، أصلي صلاة، أنوي أولا أنوي النية، أصلي صلاة الاحتياط ركعة واحدة قربة الله تعالى، طبعا هذه النية بالقلب، ثم بعد ذلك أكبر تكبيرة الإحرام
وأقرأ فقط الحمد إخفاء، ثم أركع وأسجد السجدتين وأتشهد وأسلم. هذه صلاة الاحتياط. فإيش قد؟ ركعة واحدة. إذا إخواني، إذا شكيت بين الثانية والثالثة أبني على الثالثة وأصلي صلاة الاحتياط من قيام ركعة واحدة. خلينا نجي نجيب مثال ثاني. إذا شكيت بين الثالثة والرابعة، طبعا راح أذكر لكم فقط 3 مسائل ابتلائية. ليش 3 مسائل؟ الفقهاء يذكرون 9، لكن هذه أكثر ابتلاء، وال9 الباقيات بإمكانكم تراجعونهن، وهذه ال3 اللي راح أذكرهن راح تنطبق عليهن هذه الخطوات اللي راح أبينها وأعلمها لكم. نجي للمثال الثاني. شكيت بين الثالثة والرابعة، إنه هذه البيدي ثالثة لو رابعة في أي مكان من الصلاة. شكيت إنه هذه ثالثة لو رابعة، فنجي الخطوة الأولى ما هي؟ شنو تعلمناها؟ ابني على الأكثر. يعني شنو تحكم؟ تقول هاي إن شاء الله رابعة. وش تسوي بعد؟ تشهد وتكمل صلاتك وتنتهي. بعدك شيء؟ نعم. شنو؟ أصلي صلاة الاحتياط. صلاة الاحتياط هنا ايش قد؟ نفس الكلام. الفرق بين 3 و4 ايش قد؟ 1. 4 ناقص 3 1. فأصلي صلاة الاحتياط ركعة واحدة من قيام. ركعة واحدة من قيام. أو هنا عندنا أكو خيار ثاني بهذه الصلاة، الشك بين الثالثة والرابعة، أكو خيار ثاني، وهو أنه ممكن أنه تقدر تصلي ركعة واحدة من قيام وتقدر تصلي ركعتين من جلوس. أنت مخير بكيفك، شو تريد تختار اختار. هذا الشك الثاني. نجي الشك الثالث والأخير، وهو إذا شك بين الثانية والرابعة. أنا قعدت وسجدت السجدتين وتشهدت وصار عندي شك أنه هذه الثانية حتى هسه أنهض إلى الثالثة، أو أنه هذه الرابعة حتى أسلم. فشنو الحكم هنا؟ الخطوات اللي تعلمناها شنو؟ أول شيء ابني على الأكثر. يعني شنو؟ يعني نقول إن شاء الله هذه شنو؟ رابعة، فأبني عليها أنها رابعة. ثم بعد ذلك ماذا؟ أصلي صلاة الاحتياط. هنا صلاة الاحتياط ايش قد؟ الفرق بين 2 و4 كم؟ ركعتان. ركعتان. فصلاة الاحتياط هنا ركعتان من قيام. مباشرة أصلي ركعتان. كيفية صلاة الاحتياط ما هي؟ مباشرة بعد الصلاة بدون أي منافي أقوم وأنوي أولا النية، أصلي صلاة الاحتياط ركعتين أو ركعة واحدة قربة إلى الله تعالى. ثم بعد ذلك أقرأ فقط الحمد إخفاء، مو سورة وياها، فقط الحمد وإخفاء، ما يصير أجهر به. حتى بسم الله الرحمن الرحيم ما أجهر به. ثم بعد ذلك ركوع، ثم سجدتين وتشهد وتسليم. هذه 3 حالات ابتلائية للشكوك في الركعات، ويوجد 6 حالات أخرى. من شاء فليراجع الرسالة العملية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم ويفقهكم في دينه، وأن يرزقكم خير الدنيا والآخرة بجوده وببركة الصلاة على محمد وآل محمد.